تعالوا بينا نحضر بسكوت اوريو، عايزين 24 قطعه منه. هنحطه في الكبه علشان يتفرم كويس جدا مع كوبايه الا ربع من الحليب، وكمان معلقه من البيكنج باودر، ونقلب كويس جدا او نضربها كويس جدا بالشكل ده. هيدينا قوام كيك حلو قوي. لاحظتوا الكيك سهل جدا وبسيط ومفيهوش اي افتكاسات خالص، ولا اي حوارات، ولا فرن ولا زيت ولا سمن ولا دقيق ولا بيض ولا اي حاجه. ناخد بقى الكسرونه اللي احنا هنشتغل فيها، نحط فيها ورق زبده بالشكل ده وندهنها كويس جدا. هننزل بالخليط بتاعنا بالشكل ده، هنسويها زي ما قلت لكم على البوتاجاز. الفتحه دي بنحاول نقفلها على قد ما نقدر بورقه زبده. جريل بقى او طاسه، ونحط عليها المكون بتاعنا او الكيك بتاعنا، بتاخد تقريبا ربع ساعه. سهله جدا وبسيطه. انا هزينها بالنوتيلا اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. الطريقه بالتفصيل هتلاقوها موجوده على الصفحه وعلى البيج بتاعتي وعلى قناه اليوتيوب. عملت كمان اوريو مطحون بالشكل ده، تقدري انت تزينيها باي حاجه متوفره عندك. سهله وبسيطه جدا، وبجد قد ايه خطيره، حلوه قوي. الطعم فعلا حكايه، لازم تجربوه. حاجه كده سهله وبسيطه لو حبيتي تعملي حاجه سريعه ونفسك تاكلي حاجه بسرعه ومفيش اي مكونات عندك.